وهنا هسه حبايب تعالوا خلينا نسوي تيست للدولمتنا ونشوفها اذا مستوية او محتاجة بعد. هي نشفت الحمد لله باعوا. شوفوا الجمال، كلها استوت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله على بيتي، بسم الله على نفسي، بسم الله على أولادي، بسم الله على أحبتي، بسم الله على أهلي. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا حبايب قلبي، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. تشوفون فيديو اليوم. طبعا اليوم الفيديو جايتني أختي وصديقتي أم الطيب. طبعا اليوم راح تزورني وتنورني من بعد يعني تقريبا هواي أشهر. هسه شاء القدر على قولتهم ونلتقي. هسه الحمد لله والشكر طبعا اجت اليوم، وطبعا ما خلتني ابدا تمشي وتحلف بيا لا تسوين شي لا تسوين شي. قلت لها عمي غداني ما نتغدى اليوم احنا شلون بالله؟ قالت الله عليك لا تسوين شي لا تكلفين على نفسك. الحمد لله والشكر كملنا وسوينا يعني هذا الاكل، يعني ولو هو هذا يعني ما يليق بيها لان هي تطلع مع لذة وطعم اذا رحنا عليها. والحمد لله والشكر تغدينا وتونسنا. هنا بنات طبعا عندي جزء دولمة صغيرون لان البنات هي بنات صديقتي يحبن الدولمة مالتي، فعندي جدر صغير طلعته على المستعجل. وخليته على الهيتر بين ما انا كملت شغلي. وبس هسه سويت الصلصة وياكم. طبعا الصلصة مثل ما شفتوا صلصة وكاتشب ودبس الرمان وشوية زيت وملح ونوم بصرة مطحون ومعجون وماي حار وعصرة ليمون. طبعا خليتها ما شفتوها انتو، همين خليتها. وهسه عندي تشوفون على الهيتر طبعا احتلت وتقريبا استوت. هذه الكمية اللي خلطتها مو كلها سويتها، يعني نص من عندها خليتها على الدولة وعفتها تتسكر على راحتها بين ما اكمل باقي شغلي. حبايب قلبي طبعا حابة ارحب بيكم واحد واحد او وحدة وحدة. كلكم حبايب قلبي. طبعا جاي تفرحوني بتعليقاتكم الحلوة، ولو شوية مقصرين باللايكات بس ما يخالف. تعليقاتكم الحلوة وتفاعلكم في القناة ان شاء الله. طبعا القناة تكون افادة الكم والي ان شاء الله. طبعا حبايب قلبي تعليقاتكم حلوة وشي ترد على شي بالتعليقات همين. هنا هسه حبايب طبعا حبيت انظف لكم الخضرة همين. طبعا هاي خضرتنا اليوم همين الحلوة تو جايبينها. نظفتها راح انقعها بالماي وملح بين ما انا اسوي. طبعا سويت دومة وسويت شوربة بالخضار همين وجبت سمك شوي. والله ما قبلت قام سكري قاسين وحطيت خطاط. لا مو خطاط من زمان ما جاي. هسه احنا شو نسوي؟ ربما يعني كان صديق أكثر من الأخ وأكثر من الأخت، وهو صديق يعني قبل ما هو يعني مخزن أسراري هو يعني أوصيك عليه. يعني ما أقدر أصدق خصوصا أصدقت هاي صديقين طيب يعني. أنا أعمل صديق أنا أعمل أخت كمان طيب. يعني أجركم عشرات السنين يعني حقيقة قدامك بعد قبل مطوية. طبعا قالت لي ما بعرف شنو يترجم اجيبك والله العظيم يمكن ترجم اجيب شي قلت لها ما اريد اجيب شي ما اريد بس سلامتك. وشوفي شنو جابت لي وياها. طبعا اثناء الفيديو حبيت اسويكم اياها شنو جابت لي وياها. هسه حبايبي طبعا هاي الخضروات شفتوها. طبعا حبيت اسوي لها الشوربه هيك بالخضروات تطلع كلش طيبه. هذا العدس عندي ثلاثه وكلش ذاب ذوق. سويت الخضروات طبعا جزر وبازاليا مثل ما شفتوها وفلفل ملون. والبهارات بهارات مرق عام وفلفل اسود. قليل يعني من الفلفل الاسود. لان تعرفون ممكن كلها تحب الفلفل الاسود بس قليل يعني خليت عليه. واذا حابين تخلون عليها بابريكا انا خليت عليها الفلفل الملون فما يحتاج البابريكا. طبعا هرستها كلش زين ومشيتها كلش زين صار طعمها كلش طيب. اتمناه قدامكم. طبعا شوفوا بنات الشوربة هسه كملتها والحمد لله والشكر. اجا وقت الغداء. طبعا هاي دولمتنا قلبناها صغيرونة مثل ما قلت لكم بنات. طبعا هذا ورق الزبدة انا اخلي ورق زبدة مثل ما معلمتكم اخلي ورق زبدة جوا الدولمات.
حتى ما تلتصق عندي بقاع الجدر يعني وسط سواد ويأذيني بالتنظيف همين، وهمين ما تتفاعل ويا يعني نوعا ما تتفاعل. يوم طبعا فيديونا برعاية نوعا ما. طبعا ما قلتلكم على الدومة صارت تخبل كلش طيبة، ولو هي شوية بس كلش طيبة. طبعا شوفوا فائدة التفريزات بنات. هذه التفريزات طبعا ان شاء الله بالايام الجاية. خلصت الدومة طبعا 5 جذور مش قد مفرزتين، صار تقريبا 4 اشهر مسوية دومة يعني كله مفرز وجاهز. حبايب قلبي هذه سفرتنا وسهمكم العافية. وطبعا حبيبتي طيبة عذريني واسفين على يعني على القصور، مقصرين والله بحقك احنا، وعذريني كلش عذريني. حبايب قلبي طبعا هاي سفرتنا لليوم، اتمنى عجبتكم ولو هي بسيطة قلت لكم، والحمد لله والشكر والله شوفتهم كلش كافي وسوالف وبنص لا تقولوا لي هو لو يعني ب11 يلا اجت هي بس يعني من 11 للمغرب يلا راحت. والله تمنينا تبقى بس بعد ما قدرت تبقى وراحة والحمد لله والشكر. ان شاء الله ارجع لهم الزيارة بأقرب وقت. ناس حبايب عندي شوية مشتريات طبعا استهلاكية، هاي دائما نشتريها للمطبخ، احتياجات المطبخ. طبعا مثل ما جاي تشوفون كله فيه مواعين جلافات وشفاطات ماسحات مال الأرضية. وهنا طبعا هذا النايلون اشوفكم هم راح للتفريز. هذا يحتاج طبعا جبت أول بالبداية واحد طلع كبير، رجعته طلع صغير، يعني هذا الصغير يؤدي بالغرض احسن من الكبير، يعني تقدرين تقسمينه لوجبات. طبعا هذا مصفي للسنك همين جبته 3 قطع. وبنات هذه كلش مهمة كلش مهمة تكون عندكم هذه، حتى ما يطفر زيت او دهن من تقلون. طبعا تخلون فد تخلون رأسا تغطون بيه التاوة او القدر، تخلونه بيها تخلون عليها ما راح يطيح عندكم اي دهن اي شيء لي برا. اذا لقيتوها جيبوها، انا عندي 2 هسه وحده جاي استعملها وهاي جبتها احتياط. عندي طبعا هذه السله بنات محتاره بالاشياء اللي التنظيف، يعني السيمه مالت المواعين والحافظه مالت الزاهي محتاره بيها اخليها جوا بالكاونتر. الكاونتر مالتي كلش صغير، فجبت لها هذا الرف التعليق، وهسه ان شاء الله نعلقه وياكم اثناء الفيديو. لا تطلعون من الفيديو كله اشياء حلوه. هنا حبايب طبعا هذا شاي وزن همين وشعريه، وطبعا على الواهس هاي جكه مال جكه رمضانيه. الله ان شاء الله يبارك لنا برجب ورمضان وشعبان، قلبتهم بالعكس انا يلا ما يخالف والله العظيم، وما نعرف شنو الله ضامنا ما ضامنا بهاي الايام. حبايب شوفوا طبعا هاي خواشي كمين سفري وراح افرغ وياكم هسه شاي فردنا. طبعا ذاك الشهر الماضي اشترينا من هذا شاي محمود، حلو يعني نوعا ما يعني حلو يعني ما تعيب عليه. يعني هذا هو له غالي يعني بس حلو يعني يستاهل فلوسه. هسه باقي عندي ربع من عنده، وجبنا هذا شاي وزن همين حلو بس خفيف، فخلطت هذا ويا هذا صار شاي حلو. وهاي طبعا جكتنا مال رمضان ان شاء الله. شوفوا بنات هذه اللي جابتها صديقتي وياها، طبعا جابت لنا صندوق كامل. قلت لها شو نسوي بيه؟ قالت لا يا معودة ايش بيك برتقال حلو. طبعا اكلنا همين من عنده واحنا قاعدين انا وياها والبنات. وهاي طبعا عندي الكمية بقت، فحبيت قلت وانا اودي داخلي كله يخرب عندي هذا، لان تقريبا هواي بال10 كيلو صلاة على محمد على الصندوق من الكبار. فقلت افرز ليش كم وجبة يفيدنا الايام الجاية او شهر رمضان، نوفر وقت ونوفر زعابيل وتكشير بشهر رمضان ان شاء الله بنات. وطبعا هذا البرتقال فرزت من عنده فرزته، والما فرزته خليته بالثلاجة بالسلة هاي شوية اصغر. هنا طبعا احتياجي بعد طبخ الصبح وقعدة وسوالف. فانا بنات من يجيني خطار ما احب انظف، يعني البنات شطفون المواعين خليهم بالغسالة مالت المواعين. وبقى هاي الترتيبات والتلميعات يعني بعد مو مثلي شكيمت عليهم بالليل بعد ما كملت البرتقال، بعد ما كملت المشتريات وياكم، بعد ما راحوا هما قلت خلي ازلغ المطبخ انظفه تنظيفه عدله. هسه الطباخات 2 نظفتهن وهذا منظرهن صار حبايب قلبي. طبعا بنات اتمنى الفيديو اليوم يكون يعجبكم، وكل فيديوهاتي ومحتواي ان شاء الله يعجبكم. اذا جدد على القناة بعدكم اتمنى تشتركون بالقناة وتسوون لايك للفيديو وتشاركون القناة بين الاهل والاصدقاء. حبايب قلبي فيديوهاتي كلها تحفيز وكلها ان شاء الله فائدة. طبعا هاي انتم تقررونه مو انا، اكتبوا لي بالتعليقات اذا انتم مستفادين من محتواي. تعليقاتكم الحلوة تشجعني
وطبعا انا هم استفاد من عندها واستفاد من ارائكم ومن اشيائكم ومن ملاحظاتكم الي. طبعا شوفوا السنك، خلصت السنك طبعا نظفته، انا نظفته وياكم بعد ما يطول الفيديو لانه هو طال شويه. هذه غسلت المواعين بعد ما تنشفين المواعين يوميه، يعني قبل النوم تنغسل وتتصفى حتى يبقى مطبخي نظيف. واقعد الصبح يعني او باي اكثر شيء هذا التنظيف يكون العميق بايام اللي اصوم بيها، حتى ما يصير عندي شغل هواي بالمطبخ واتعب بنفس اليوم، لان تعرفون انا يعني صاحبة فقرات والفقرات شويه بس اتحرك وانا صايمه اتاذى. هذا الرف اللي شفتوه بالمشتريات راح اعلقه وياكم واسوي بيه المنظفات. بنات شكله كلش طلع حلو وعجبني. شوفوا بنات هذني تعاليق للخاوليات، طبعا خليتها من هاي الجهه هسه تشوفونه وين خليته. راح اركب ذني اللاصقات مالته بنات. ذني اللاصقات اقوى من الذهبي. الذهبي جبت ما استفادت من العود، لقيت وحده سويت بها ركن، وهذه نوقف كل ساعه اسمع صوت. اقول لهم ماما شو اللي صار بالمطبخ؟ ابوها ما حد، يقولوا ماما ما حد بالمطبخ، وانا قاعده بالهول اسمع طاب طيب طاب طيب. ترى شنو هاي شو اسمها الثلاجه معلقه بيها كتاب فناجين انا صاري كل ساعه طاحن. فهذه الثلاجه همين خليتها انا. هسه تقولون لانه خاف علقت بيها رأسة. لا، لانه علقت بيها هاي شلت من الاغراض من الصبح اللي خليتهم بيها، بس شوفتكم اياها شلون سويتها. طبعا هاي راح نشتغل اللاصقه بعد ما اخذت القياس، ويكون افضل يعني الزقهن بيها والنوب خليهن على الحائط حتى يصير قياسي مضبوط. ناس حبايب طبعا مسحت الكاشي او السيراميك كلش مسحته حتى ما تكون عندي رطوبه بقطعه قماش ناشفه، وركبت الرف. بنات كلش حلو هذا الرف يعني وقوي. هو انا بعد ما ساكت الموبايل اعوج. اي افتهم بس ما غير نتيجه ما اعطوهن. طلعت كلش مضبوطه بعد علوان بعد يمتع علوان يعطون النتيجه. وخليت بها الاشياء. وهاي طبعا يلا ان شاء الله يوم النجاح ادوات مطبخ تخلين بهن المناشف من تخلصين يعني غسل وهاي تعصريهن وتخليهن بها همين تصير كلش حلو. هذا الربع اذا لقيتوه يعني سلعه مفيده. رتبته وخليت بيه الاشياء. هذا خلي هاي طبعا تعرف بها جيبها منها وخليها من الزباله. بعد ذبيتها وخليت وحده جديده، وهذه سلتي راح ارجعهم يعني هذا الجوه المصفي الصينيه راح اخليها، وراح اخلي هنا هذه الاشياء اللي كنت محتاره بها وانا اخليها، وخليتها هنا هذه جديده للمصفي للسنك حتى شويه يعني شويه تحافظ لنا يعني على الاكل ما ينزل، ولو يعني انا مواعين كلش اصفيهن من الاكل يلا اخليهن بالسنك، ما اخلي اكل بالسنك. هنا طبعا هاي قطع القماش كلش من مفيده. جبت لي طبعا مالت درجنين، درجه مالتها ب2.5. شوفوا حبايب هذه نتيجه المطبخ، وان شاء الله روتين عجبكم حبايب قلبي. طبعا فيديونا شارف على الانتهاء. لهنا هسه حبايب اتمنى الفيديو كان يعني خفيف وظريف عليكم. طبعا هذا الرف انا كلش عجبني، خليت بيها همين يعني هشي بس بالليل يعني اخليهم بين ما ينشفن والصبح اشيلنهن لين شوي منظرهن مو حلو، او تقدرون تخلون منشفه للايد همين ترخم. شوفوا حبايب طبعا هذا شكلها صار الرف انا كلش عجبني. كتبوا لي بالتعليقات انتو. وهذا شكل السنك طبعا همين جلفته بكلور. وهاي نهاية الفيديو، وفيديونا شارف على الانتهاء حبايب قلبي. طبعا شوفوا جاي لكم هذه الذهبية تنشلع بس اخلي بيها ثقل تنشلع معلقة بيها. هاي اشياء بسيطة. وهنا هسه حبايب قلبي فيديونا شارف على الانتهاء. واذا وصلت لهنا سووا لايك للفيديو لا تنسون، وصلوا على محمد وعلى ال بيت محمد. نوروا للتعليقات. شغلنا الغسالة، وهاي ختمة روتيننا لليوم. طبعا فعلوا زر الجرس على الكل او العام، وان شاء الله توصلكم كل فيديوهاتي. ولهنا هسه حبايب هنا هسه حبايبي اقول لكم اترككم في حفظ الرحمن. انتظرونا ان شاء الله فيديوهات جديده ومع الف سلامه.